انت عايز تنجح، عايز تكبر، عايز تعمل بيزنس، عايز تعمل كل حاجة في حياتك، هتستغنى عن 50 حاجة تانية في حياتك. في بيزنس وفي احلام مفيش صحاب، في بيزنس وفي احلام مفيش علاقات، في بيزنس وفي احلام مفيش حياة. انا جاي لك من المستقبل واقول لك عشان تروح لبيزنس حلو واحلام حلوة لازم تستغنى عن كل حاجة في حياتك، كل حاجة في حياتك تانية، وتبقى كوميتد بس بالبيزنس والاحلام بتاعتك. تبقى ما بتدورش على حاجة، يعني مش هتخرج بالليل مع اصحابك، يعني مش هتروح تقابلها، يعني مش هتنجوي وتنزل تشتري معاهم لبس، يعني هتستغنى عن كل حاجة حلوة هم بيعملوها عشان انت هتعمل حاجات تانية حلوة انت مستنيها. فلو انت عايز تروح للحتة الحلوة التانية اللي انت مستنيها سيب الحتة، لان اللي انت بتعمله دلوقتي ده شوية وهيخلص، مستقبلك هو اللي باقيلك. كنت انا كاتب كده عايز بيزنس ونجاح ففكك من سماح. انا قصدي بسماح اللي هي صاحبتك، انا مش قصدي ان انت ما تصاحبش وما ترتبطش، بس لو ارتبطت وقعدت تفكر في متطلباتها وقعدت تفكر في متطلبات صحابك، وانت يا عم كبرت علينا ولا ايه يا عم، احنا عايزين نخرج، النجاح مش سهل يا حبيبي. عشان كده مش كل الناس بتعمله. الناس اللي بتستغنى عن حاجات كتيرة في حياتها بتمسك في حاجات كتيرة مش عند ناس تانية. الناس اللي بتستغنى عن علاقات كتيرة في حياتها بتوصل لعلاقات تانية ما كانتش تحلم بيها. انا حصل لي ابروتش مرة في حياتي لبزنس من البيزنس بتاعتي اكوزيشن، كان الناس عايز تيجي تعمل البيزنس بتاعي اكوزيشن. انا لحد دلوقتي حالا وانا قاعد بعمل الفيديو ده انا مش مصدق اسامي الناس اللي سمعتها، انا ما قابلتهمش. تخيلوا انا بالحماس ده ولسه ما قابلتهمش، انا بس سمعت اسامي الناس اللي بعتين لي الراجل اللي جاي يقول لي احنا عايزين ناخد البيزنس بتاعك. فانت لو عايز بيزنس واحلام وطموح وحاجات فكك من اي حاجه تفرحك دلوقتي. انا مش قصدي انكد عليكم، هناك نوعين من الالم، ألم الندم وألم الالتزام، فخليك ملتزم وفكك من كل حاجة تفرحك دلوقتي عشان تكسب كل حاجة ممكن تفرحك بعدين.